في ديسمبر 2010 لم تكن سيدي بوزيد مجرد مدينة. تحت سماء قاحلة وواقع قاس من القمع واليأس كان محمد البوعزيزي يصارع من أجل كرامته. من كان يتصور أن شعلة واحدة تشتعل في لحظة يأس ستحرق عقوداً من الاستبداد وتضيق درب أمة بأكملها نحو الحرية. في ديسمبر من عام 2010 في مدينة سيدي بوزيد التونسية لم تكن الأجواء تشي بأي شيء غير الرتابة القاسية، البطالة الخانقة والفساد المستشري ونظام حكم يستبد بالمواطنين دون وازع. كان الشباب مثل محمد البوعزيزي يواجهون جداراً سميكاً من الإحباط كل صباح. البوعزيزي بائع الفاكهة المتجول كان يكافح بصمت لتوفير لقمة العيش لعائلته، حتى جاء ذلك اليوم الذي فقدت فيه الكرامة أمام أعين الجميع. كانت تلك الشرارة شرارة اليأس الفردي التي ستوقد ناراً لم تخمد إلا بإسقاط نظام استبدادي وتغيير وجه ليس تونس وحدها بل منطقة بأكملها. في 17 من ديسمبر صودرت بضاعة البوعزيزي وتعرض للإهانة العلنية من قبل موظفة بلدية. هذا الحدث الذي قد يبدو بسيطاً في ظاهره كان القشة التي قسمت ظهر بعير الصبر في مجتمع أنهكته عقوداً من التهميش. كرد فعل يائس أضرم محمد البوعزيزي النار في جسده أمام مبنى المحافظة. مشهده المروع كان بمثابة صرخة مدوية اخترقت جدار الصمت ولامست الجرح الغائر في نفوس الملايين. انتشر الخبر كالنار في الهشيم، ليس فقط في سيدي بوزيد بل عبر تونس بأكملها، محفزاً موجة من الغضب العارم الذي لم يعد بالإمكان احتواؤه. مع وفاة البوعزيزي في 4 من يناير 2011 تحول الغضب إلى ثورة شعبية جارفة. خرجت المظاهرات العفوية في سيدي بوزيد ثم القصرين وتالا وقفصة لتصل سريعا إلى العاصمة تونس. تحدى المتظاهرون حظر التجول ووحشية قوات الأمن مطالبين بالكرامة، الشغل والحرية. لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا حاسما في كسر جدار الصمت وتوثيق الانتهاكات، مما كشف للعالم حجم القمع الذي كان يمارسه نظام زين العابدين بن علي. حاول النظام قمع الاحتجاجات بالقوة وراح العشرات من الشباب التونسي ضحايا برصاص القناصة، لكن كل قطرة دم كانت تزيد من تصميم الشعب على استرداد حقوقه. تصاعدت وتيرة الاحتجاجات لتتحول إلى عصيان مدني شامل. انضم المحامون، الطلاب، النقابات وكل شرائح المجتمع إلى الحراك، مشكلين جبهة موحدة ضد الاستبداد. في خطاب أخير يائس حاول بن علي تقديم تنازلات، لكن الأوان كان قد فات. كان الشعب قد تجاوز نقطة لا عودة. في 14 من يناير 2011 ومع تصاعد الضغط الشعبي والعسكري فر الرئيس زين العابدين بن علي وعائلته من البلاد، منهيا حكما دام 23 عاما. كانت تلك اللحظة التي سقط فيها جدار الخوف لتعلو صيحات الحرية والابتهاج في شوارع تونس مبشرة بعهد جديد. لقد كانت الثورة التونسية، ثورة الياسمين، حدثا فارقا لم يغير وجه تونس وحدها بل أشعل شرارة الربيع العربي في أنحاء المنطقة. ورغم التحديات الكبيرة التي واجهتها تونس في مسارها نحو الديمقراطية، فإن روح 14 من يناير تبقى رمزا لقوة الشعب وإرادته في تحقيق الكرامة والحرية. إنها قصة تذكرنا بأن صوت الفرد مهما كان مهمشا يمكن أن يصبح صدى لأمة بأكملها، وأن الأمل يمكن أن يزهر حتى في أحلك الظروف.